السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم يا حباب قلبي في حلقة جديدة من مطبخ ام ادم. النهاردة انا جايبه لكم طريقة عمل الكريب سهلة وبسيطة جدا، ومكوناتها برضو موجودة في كل بيت. بدل ما نشتري من بره هنعمله في البيت بايدينا. انا هنا عندي معيار كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، والكوباية اللي هتعايري بيها الدقيق هي نفس الكوبايات اللي هتعايري بيها كوبايتين المية، ومعانا الملح ومعانا الزيت. دلوقتي يا حبايب قلبي هنعمل ايه بقى؟ هنجيب هنحط على كوبايتين الدقيق، هنحط عليهم رشة ملح. ادي يا حبايب قلبي اهيت رشة ملح. وهنحط معيار انا عندي معلقة كبيرة، معيار معلقتين زيت كبار، معلقتين زيت كبار. ادي هي المعيار بتاعي، ادي كده معلقة. وادي معلقة تانية اهيت. هنحط بقى يا حبايب قلبي، هنقلب كده كله في بعضه. هنحط كوباية مية زي ما انتم شايفين كده. هنفضل نقلب، مش هنحط الكوباية التانية، يعني لما نقلب دي الاول ونقلب كده وما يكونش فيها اي تكتلات خالص. العجينة بدأت تمسك معايا، هنحط نص كوباية التانية، وكل ما نعوز مية هنحط مية زي ما انتم شايفين كده. هنفضل نقلب نقلب، ما نسيبش فيها اي تكتلات زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. انا هنا ضربت بالمضرب علشان بحيث ان المضرب ما يسيبليش اي تكتلات فيها، يعني المضرب غير المعلقه اهيت. شايفين القوام بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله جميله. القوام بتاعها تقيل وجميل، وان شاء الله هتبقى العجينه بتاعتها هي كده صحت معايا، يعني اللي هي قوامها كده يبقى هي صحت معايا. بفضل اضرب بالمضرب كده، تضربي بالمضرب في البوله كده لحد ما يكونش فيها اي تكتلات خالص. ويستحسن لو في مصفى كبيرة تصفيها في المصفى، بحيث برضو لو فيها اي تكتلات اي حاجة يبقى انت عاملة حسابك. زي ما انتم شايفين كده هنفضل نقلب فيها. هي بسم الله ما شاء الله جميلة اهي. احنا حاطين طاسة الوقت على النار، طاسة سخنة من غير اي زيت من غير اي شيء، طاسة بس كده من غير اي حاجة، على درجة على النار تكون عالية عليها، درجة حرارة النار تكون عالية عليها زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي، حطيت الطاسه على النار على درجه حراره عاليه. وادي هوت المكون معايا والخليط. الحاجه اللي انا هعاير بيها، هعاير بقى كل مره عشان يبقى الكريبات كلها بنفس الايه الحجم والمستوى، يعني يبقى نفس السمك بتاعه ونفس الحجم. هننزل بقى كده زي ما انتم شايفين. هجيب بقى بالطاسه كده شمال ويمين زي ما انتم شايفين كده. يعني هنحط كمان، لو عايزينها نبقى دايره كبيره هنحط بقى معيار 2. هي بقى على السريع كده قبل ما تعمل زي ما انتم شايفين كده، سهله وبسيطه. النار عاليه عليها. بصوا بقى، شوفوا يا حبايب قلبي بعمل ازاي. وقلبته برضو على الناحيه التانية، اوريكم برضو الناحيه التانية. شوفوا ما شاء الله عليه جميل. هنطلعه بقى وهنحط غيره وهكذا، وهنعمل بقى كله زي بعضه كده. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا هنا عملت يعني عماله اعمل كتير. انا عملت هنا وغطيته بالفوطه عشان ما ينشفش زي ما انتوا شايفينه كده. شوفوا طري ازاي، شوفوا سخنه بسم الله ما شاء الله عليه جميل. شايفين العظمه، شايفين الحلاوه. في البيت وانت قاعده في البيت، وانت قاعده في البيت بتعمليه في البيت. وده هوت على النار، خلص الكميه ونرجع لكم تاني. وبعد ما طلعناها اهوت يا حبايبي هنشوفها بقى مع بعضنا. انا مغطياها بفوطه عشان ما تنشفش. وفي نقطه مهمه نسيت اقولها، انت ما تحركيش الكريب في الطاسه باي طريقه الا لما هو اللي يسيب نفسه من الطاسه. ولازم ان الطاسه تكون تيفال، لازم ان الطاسه تكون تيفال عشان اللي هو ما يلزقش فيه، وهو اللي بيسيب نفسه بنفسه. يعني انت لما تلاقي الكريب بيتحرك معاكي كده اعرفي اللي هو كده خلاص استوى واتعمل. ادي هنا شايفين اهو يا حبايبي، شايفين الكريب وحلاوته، شايفينه
ادا 1 2 شايفين؟ وما شاء الله طري وجميل اهو في البيت. كريبات في البيت معموله في البيت. طب انت بقى يا ام ادم عملتي الكريب كده بقى تسيبيه؟ لا، انا قلت بقى ايه، نفطر حاجه كده حلوه وحاجه بسيطه وحاجه جميله. انا جبت هنا بيضتين وربيتهم في طبق وعليهم ملح وفلفل اسمر، وحطيت شويه زعتر، وقطعت هنا بصلايه طماطميه، لا معلش انا اسفه، طماطميه وقرن فلفل برضو حسب الرغبه. عندك بقى لانشون عايزه تحطي في البيت، جبنه رومي براحتك برضو، ده حاجه حسب رغبتك. الخطوه اللي جايه اللي هنعملها ان شاء الله هنعملها على البوتاجاز عشان تشوفوا معانا الطريقه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا عملته بقى، انا استغلته بقى، قلت طالما انا عملت كريب عملته كده زي سندوتشات. عملت البيض والطماطم زي ما انتم شايفين كده، وبقفل دي على دي زي ما انتم شايفينه. زي ما انتم شايفين بقى يا حبيب قلبي، انا عملتها زي نظام سندوتشات. ما انا عملت الكريب بعمل بيه ايه، ما عنديش حاجه دلوقتي حاليا انا اعملها بيه، قلت بقى ما نعمله زي فطار كده نفطر بيه. انا حشيته من جوه اهوت بيض بالطماطم بالفلفل، وحطيت عليه من فوق كاتشب ومايونيز. دي برضو طريقه حلوه وجميله وهتحبوها في البيت برضو، ممكن تعمليها لاطفالك في اي وقت، يعني لما يكونوا جعانين عايزين ياكلوا اي حاجه خفيفه كده هتعرفي تعمليها في اي وقت وتقدري تعمليها في اي وقت. وجماعه اللي ما اشتركش في القناه يخش يشترك معانا في القناه ويفعل لنا زر الجرس وعشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.